أسس بالعربي. مشاهدي أسس بالعربي، أهلا وسهلا بكم في شرح كورس جديد بالعربي ألا وهو كورس التغذية المعتمد من ICSA. النهارده مع بعض هنبدأ في شابتر 6 واللي هيكون بعنوان الفاتس أو الدهون. من المواضيع اللي هندرسها مع بعض النهارده رقم 1 Understand the rules of lipid in the body. هنفهم هنا أدوار الدهون في جسمنا، لأن في ناس كتير كانت متخوفة في البرامج الغذائية إن هي تاكل دهون أصلا، يقول لك الدهون دي أوحش حاجة ما نقلل منها وخلاص. لكن اللي هنعرفه هنا ان الدهون مش مجرد دهون مصدر للطاقه بس زي ما ناس كتير كانت فاكره، بل بالعكس ليها وجود مهم جدا في تخليق بعض الهرمونات والانزيمز، وده هنشوفه بالتفصيل. رقم 2 Identify the different type of fat and their major function. وهنا بقى هنتعرف على انواع الدهون المختلفه وايه الوظائف الاساسيه لكل نوع منهم. هنفرق طبعا بين انواع الدهون وهنفهم كل نوع بيعمل ايه وازاي الجسم يقدر يتعامل معاه. رقم 3 زي ما خدنا في البروتين والكربوهيدرات الحلقات اللي فاتت explain the differences between essential and non-essential lipid. هنفاجئ هنا ان الدهون برضه في دهون اساسيه ودهون غير اساسيه، وده جزء مهم انك حضرتك تعرف. بمعنى ابسط هنفهم ايه انواع الدهون اللي الجسم محتاجها من الاكل ولازم ياخدها، وايه انواع الدهون التانية اللي الجسم يقدر يصنعها برضه بنفسه، وهنشوف الطرق دي بتحصل ازاي. رقم 4 explain how the body digests fat. هنشرح ازاي الجسم بيهضم الدهون، وهنمشي برضه مع رحله الدهون من اول ما بنحطها في بقنا لغايه لما بيتم تكسيرها ويتم هضمها او امتصاصها والاستفاد منها بالكامل. اما رقم 5 identify the nutritional source of fat. هنعرف هنا بقى ايه هي اهم المصادر الغذائيه للدهون الصحيه والفرق بين الدهون الصحيه والدهون الغير صحيه. يعني هناكل ايه عشان نحصل على ايه، ونطنش ايه عشان نقلل ايه. ده جزء مهم جدا. هتضل بقى ورقه وقلم، يلا بينا نبدا الحلقه. الليبيدز الدهون organic biomolecule soluble in organic solvents but not water. الدهون ديت ما بتدوبش في الميه، يعني كذا بنجيب كده طبق كلت فيه اكله فيها دهون او حاجه او مزيته وجيت كده في المواعين رحت شاطفه بشويه ميه وشايله على طول. طبعا اول ما الدهون عمرها ما هتطلع، لازم تحط زي صابون سائل كده او اي ماده ثانيه عشان تدوب فيها، وده بالظبط فكره الدهون. ايه هي بقى البيتا اوكسيديشن ديت؟ البيتا اوكسيديشن عباره عن كاتابوليك ميتابوليزم، عباره عن تكسير للفاتي اسيد عشان تعمل جنريت للتراي ادنوسين ترايفوسفات اللي احنا خدناه توليد الطاقه. طيب الليبيدز نسيسري ليه في حياتنا؟ عشان نقدر نخزن الفيتامينات A ودي وإي وكي زي ما قلنا، الفيتامينات الدايبه في الدهون اللي من غيرها لو انت ما بتاخدش نسبه معينه بتاعتك من الفات مهما تاخد من الفيتامينات دي ولا يتم امتصاصها. وكمان عشان نحافظ على الوظائف بتاعه السيلول ممبرين زي ما خدنا قبل كده في اليونت اللي فات السيلول ممبرين عامل ازاي والتكوين الدهني بتاعه. وعشان بروفايد انرجي عشان تبقى سورس مصدر من مصادر الطاقه من ماكرو الكبار. قدامنا هنا انواع الدهون الرئيسيه اللي موجوده في الجسم وموجوده في النظام الغذائي بتاعنا. تراي جليسرايد، ولسه كنا معرفينها من شويه ان هو عباره عن 3 ذرات فاتي اسيد متصلين بجزيء جليسرول. فاتي اسيد نفسه او اسينشال فاتي اسيد والاوميجا 3 فاتي اسيد، وهندرس كل حاجه بالتفصيل. وجاما لينوليك اسيد الحمض اللينوليك، وميديم تشين ترايجليسرايد طبعا مجموعه من الحلقات بس ميديم مش طويله، زائد فوسفوليبيدز وده نوع اخر من الدهون، ليزيسين والكوليسترول يستخدم في الهضم وعمليه الامتصاص بعض الفيتامينات وانتاج بعض الهرمونات زي ما شفناها في المقدمه. الفاتي اسيد لازم نعرف ان البنيه الاساسيه للدهون هي الاحماض الدهنيه، وطبعا بترتبط معاها جزيء من الجليسرين. السلسله ديت عباره عن ايه؟ عباره عن سلسله طويله من الهيدروجين والكربون بتوصل من 4 ل 36 ذره كربون. على حسب عدد ذرات الكربون اتقسمت لشورت شين وميديوم شين ولونج شين، يعني سلسله طويله متوسطه قصيره.
مضمون.